السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة تفاصيل صغيرة. قد تحسم المباريات بالتفاصيل الصغيرة، وقد تحسم البطولات بالتفاصيل الصغيرة. نبدأ حلقة اليوم. هدف محمد عبد المنعم في الرجاء من ركلة ركنية نفذها علي معلول. 3 أشياء أساسية. وين محمد عبد المنعم؟ حتى ما ظاهر في الكاميرا، واقف بعيد من المدافعين. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، عند لحظة التنفيذ بيجري محمد عبد المنعم للمكان المتوقع إنه يستقبل فيه الكرة على حسب الاتفاق مع علي معلول، والمكان عادة بيكون على راس خط 6. على حسب الكرة ما تجي هو بيتحرك عشان يقابلها. النقطة الثالثة، بيضرب الكرة من وضعية الحركة وهو متحرك وهو جاري، ودي الميزة اللي بتميزه على المدافعين، وتم إحراز الهدف. بعد سنة تقريبا محمد عبد المنعم نفس الهدف في الوداد المغربي، نفس التكتيك، نفس ال3 خطوات الأساسية: الوقوف بعيد من المدافعين، الجري للمكان المتوقع استقبال الكرة، ثم ضرب الكرة من وضعية الحركة. ال3 أشياء الأساسية اللي معروفة في الركلات الركنية طبقها محمد عبد المنعم وعلي معلول، وتم إحراز الهدف في الوداد المغربي. مباراة الأهلي المصري وفلومينسي البرازيلي، ركلة ركنية علي معلول ومحمد عبد المنعم، ونفس التكتيك نفس التكتيك: الوقوف بعيد من المدافعين، الجري لاستقبال الكرة على راس خط 6، ثم ضرب الكرة من وضعية الحركة. لكن هذه المرة حارس مرمى فلومينسي استطاع انه يتصدى للكرة. مباراة المنتخب المصري ومنتخب كرواتيا، حسام حسن حب يستفيد من ميزة محمد عبد المنعم في الضربات الرأسية، لكن هذه المرة غير الطريقة واستخدم الشورت كورنر وتم عكس الكرة. والميزة اللي بيتميز بها محمد عبد المنعم انه ما بيقيف في المكان اللي حيستقبل فيه الكرة، ثم يتحرك الى مكان استقبال الكرة، ثم يضرب الكرة من وضعية الحركة، وده اللي حصل، وتم إحراز هدف لمنتخب مصر. مباراة الأهلي ومازيمبي، نفس التكتيك، نفس الملامح، نفس الشبه. علي معلول ومحمد عبد المنعم، نفس التكتيك، نفس الملامح، نفس الشبه، وتم إحراز الهدف. الثنائية دي ناجحة لأنها بتطبق أساسيات الركلات الركنية في الهجوم. ال3 أساسيات: الابتعاد عن المدافعين، الجري إلى المكان المتوقع استقبال الكرة، ثم ضرب الكرة من وضعية الحركة. طيب، من الناحية الدفاعية كيف يمكن التصدي لهذه الطريقة؟ الطريقة دي التصدي لها دفاعيا صعب جدا، وهنا مراقبة المان تو مان لوحدها ما حتنفع. ليه؟ لأنه أنت بتراقب في اللاعب حيجري، ما حيجيب في نفس المكان، هو ما حيستقبل الكورة في نفس المكان اللي واقف فيه. فأنت كمدافع إذا اللاعب جرى، إذا أنت قمت بإعاقته دي ركلة جزاء. إذا أنت كنت جاري معاه أنت حتكون كرد فعل، وهو حيكون قدامك حيصل للكورة قبلك، زي ما شفنا في الأهداف أو بنشوف في الأهداف. طيب، هنا محتاج إنه يكون عندك لاعب أو لاعبين يلعبوا زون ديفينس، يعني بالإضافة لرقابة رجل لرجل
مع اللاعب محمد عبد المنعم أو أي مهاجم تاني مشهور بهذه الأهداف، يجب إنك تعرف المناطق اللي بيتوقع إنه المناطق المفضلة بالنسبة له. بتعمل لك لاعب يعمل فيها زون ديفنس، يجري هو بنفسه للمنطقة مثل محمد عبد المنعم، مثل أي مهاجم، يجري ويحاول إنه يظل الكرة قبل المهاجم وإبعاد الكرة. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.